السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في حلقة جديدة من دلع مطبخك مع نانسي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ان شاء الله الروتين جميل جدا، حلقة جميلة قوي هتحبوها، هتفرحكم جدا وهتنشطكم قوي، وهتخليكم اي حاجة وراكم مش هتركنوها وتقوموا تعملوها على طول. النهارده الروتين فيه غسيل سجاد بقى، وفيه اكل، وفيه حاجات كتيرة جدا يعني، وفيه سوق وكل حاجة. تابعوا معايا الفيديو كده من اوله لاخره ان شاء الله، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وتكبروا العيله بتاعتنا. ويا ريت كومنت جميل كده تكتبوه لي، يفرحني ويشجعني ان انا انزل لكم حاجات اكتر واكتر. النهارده كده كان يوم الجمعه. جمعه انتوا عارفينها بتكون مميزه، بتحسي كده بيكون عندك نشاط وعندك حاجات كتيره جدا يوم الجمعه بتبقي عايزه تعمليها اكتر. فانا لقيته يوم مميز جدا ان انا اغسل فيه السجاد بقى، وحلو كده جدا. خلاص بقى رمضان قرب يخلص، والعيد بقى يعني قرب يجي، ولازم نغسل السجاد. وبعدين العشر اواخر احنا عايزين ما نضيعهمش في غسيل سجاد وكحك والحاجات من دي، عايزين نخليهم العشر الاواخر اللي هم بقى يعني بنودع فيهم رمضان بالعبادة بالصلاة بكل حاجة. بنتقن فيها اكتر واكتر كمان. فطبعا ان شاء الله انا حبيت اخلص بدري بدري علشان العشرة الاواخر دولت ان شاء الله. طبعا ما بنبقاش عارفين ليلة القدر امتى فيها، ومش عايزين نضيعها من رمضان. رمضان كله جميل من اوله لاخره، بس في الاواخر مش عايزين ان احنا نتلاقيها في فرش وسجاد والكلام ده. فانا حبيت اعمله في الوقت ده. اكيد انتوا خلصتوا او عملتوا قبل رمضان او لسه هتعملوا، فتشجعي يلا لو لسه ناقصك حاجه اعمليها. انا غسلت سجاد اوضه النوم، وغسلت السجاد اللي هو بتاع الطرقه، المشايه الكبيره بتاعه الطرقه برضو غسلتها. بس ما عرفتش طبعا اغسلهم وانا بصور، لان انتوا عارفين التصوير ساعه ما بنيجي نغسل الحاجه ما بتعرفيش، لان غسيل السجاد والكلام ده كله بيبقى عايز تبقي ايه كده يعني على راحتك خالص. فما كنتش عارفه ان انا اصورهم. بس خلصت السجاد اللي هو المشايات كلها خلصتها، ما فاضليش غير السجاد الكبير بتاع الصاله وبتاع اوضه الاطفال، اللي هي السجاده الكبيره. ودول كلهم بقى انا قلت اسيبهم في الاخر، يا اغسلهم في البلكونه يا اما هنزلهم اغسلهم بره. يعني انا لسه مش عارفه، بس انا خلصت الضروريات والتانيين سايباهم الاولاد بيقعدوا عليهم، عشان انتوا عارفين الجو ساقع لسه شويه. ففي الاواخر شويه كده يعني يومين، مش اواخر او مش هوصل لاخر رمضان، يومين كده ولا حاجه هغسلهم. دول غسلتهم وطلعتهم. بصي بقى انت لو انت بتطلعي في الشمس زي ما انا عامله دلوقتي كده، فارمي الستاره عشان السجاد بتاعك ما يجيرش مع الشمس وهو لسه مبلول، ممكن يجير. لو انت ما عندكيش ستاره، حطي السجاده على المقلوب، خليها على ظهرها افضل يعني. حطيها على وشها وخلي ظهرها هو للشمس لحد ما بتنشف، وبتقلبيه على الوش التاني. ويا ريت وانت بتغسلي السجاد بلاش اللي هي المساحيق الكتيره اللي ملهاش اي لازمه، يعني ما تحطيش كلور، ما تحطيش الكلام ده، لان ده بيغير معاكي السجاده. ممكن لو انت حاسه السجاده بتاعتك مبهدله شويه وعايزه تغسليها ان هي تنضفيها تنور يعني، حطي كلوريكس الالوان، بلاش الكلور الابيض. انا كنت بعمل بالكلور الابيض، بس مش باستمرار عشان بحس ان هو ممكن يبهت لي الالوان، يعني كل ما احس ان هي محتاجه. ده السجاد اللي انا وريته لكم، فاضليش غير المشايتين الصغيرين هعملهم برضو، والكبار دول هخليهم بس في الاواخر. هعملهم في البلكونه او هوديهم لحد يعملهم لي. بعد ما خلصت نزلت رحت السوق، لان انا كنت قايمه بدري جدا، كانت حوالي الساعه 9. فخلصت السجاد بتاعي ورحت رايحه على السوق، جبت شويه سمك كده. وجبت شويه خضار برضو معاهم كانوا ناقصيني. بس حبيت اوريكم السمك اللي انا جبته. حبيت اجيب صنف جديد بقى، نوع جديد من السمك كده، احنا معتادين دايما على البولتي وعلى الانواع التانية. فانا قلت الافضل ان انا ايه اجيب لهم حاجه جديده، انتوا عارفين الصيام بيحب التغيير. كنت قبل كده مصوره معاكم فيديو اللي انتوا شايفينه فوق الصغير ده، هسيب لكم برضو في صندوق الوصف الرابط بتاعه. كنت قايله لكم ازاي تنقي السمكه تعرفي انها طازه وفريش كده وجميله، ما يكونش فيها اي حاجه. هسيب لك الرابط، تدخلي شوفي الحلقه دي هتعرفي بالظبط ازاي تنقي السمكه الطازه الجميله ما يضحكش عليكي فيها. جبت بقى السمك اللي انتوا شايفينه النوع، جبت مازاليا وبلاميطه، وجبت المرجان. الانواع اللي انتوا شفتيها في الصينيه دي، النوع اللي انا ماسكاه في ايدي دلوقتي ده بنضفه، انا حبيت اوريك التنظيف بتاعه، ده اسمه المازاليا. عشان في ناس بتشوف انواع جديده سمك في السوق فبتخاف تجربها، تطلع طعمها وحش، تطلع مش حلوه، الكلام ده كله لا. بقول لك انا اللي بقول لك اهو. جربيها على ضمانتي، اللهم صل على النبي عليها، تحفه تحفه تحفه. جميله جدا سمكه المازاليا. والمرجان جميل جدا، المرجان ده بيكون بحر متغذي على الجمبري. جميل جدا. والسمك ده بيجي لنا مستورد طبعا، بس بيكون متغذي برضو على سمك، فطعمه بيكون ما شاء الله، اللهم صل على النبي، تحس ان انت بتاكلي لحمه ما فيهوش شوك كتير. جميل قوي يعني بصراحه، انا بجيبه بتبله والاولاد بيبقوا فرحانين بيه جدا. وطعمه بيكون جميل قوي بصراحه، جميل جدا، جربيه هيعجبك قوي. والبلاميطه برضو اكيد يعني عارفينها، جميله قوي برضو. بعمل لها التتبيله بقى، بصوا زي ما انتم شايفين كده. انا عندي برطمان دايما مجهزه فيه التوم حاطه عليه ملح، ببقى هرساه وحاطه ملح وسايباه في التلاجة. عندي لما اجي هتبل حاجه
باحطه في باب التلاجة، في برطمان في باب التلاجة، باطلّع منه كده معلقة كبيرة زي ما أنتم شايفين حطيتها في الطبق، وحاطة عليه كمون. مش حابة تحطي، المهم تحفظيه بالملح، وممكن تحطي عليه شوية كمون. البهارات بتاعتك عادي اللي هي بتاعت السمك، ولما تيجي تطلعيها بقى حطي باقي التوابل اللي هي حطيت عليه ليمون وحطيت عليه خل، ولو حابة تزودي شوية كمون بتزودي، وبرده ملح بزود عشان ما بكونش حاطة كمية كبيرة، بحط كمية صغيرة اللي هو بس احفظ بيها التوم، وزودت تاني كمون عليها. وبتبل الحاجات دي بتقعد معايا بصراحة بتخلي السمكة كده ليها طعم جميل جدا، غير ما تعمليها في ساعتها وتحمريها على طول. فانا حبيت، انا دلوقتي خلصت، انا رحت السوق وجيت يعني حوالي كنت على الظهر، فطبعا انتوا عارفين الفطار لسه بدري، فكنت متبلاها من اول الظهر. اول ما جيت دخلت على طول نضفت السمك ورحت ماسكاه متبلاه وسبته، قلت لغايه ما هاجي كده بقى ايه قرب ميعاد الفطار عند العصر كده ابدا احمر فيه. في ناس بتحبه بارد ما بيحبوش ياكلوه سخن، وفي ناس بتحبه سخن. احنا من الناس اللي بتحب السمك بعد ما بيتحمر بحب اسيبه شويه كده يبقى يبرد، يعني ما ناكلوش سخن في ساعتها على طول، طعمه بيكون احسن بكتير. طبعا طريقة التنظيف بتاعته الجزء اللي انتوا شايفينه اللي هو بيبقى مسود شوية في الجناب دي ما بيطلعش، بس القلب بتاعه انا نضفته كويس جدا، شفتوه ما شاء الله عامل زي القشطة ازاي. وفي طريقة برضه انا حطيتها لكم قبل كده، كنت قايلها لكم هسيبها لكم في صندوق الوصف في حلقة ازاي تغسلي السمك ان انت تضيعي منه لو في ريحة اي زفارة. محلول بنعمله زي الفراخ كده، بس ده ليه طريقة تانية برضه هسيبها لكم في صندوق الوصف، كنت عاملاه في حلقة قبل كده. ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا ريت وانت شغاله كده واحنا قاعدين بنتفرج حطي لايك كده شجعيني بيها، واكتبي لي كومنت جميل كده في التعليقات. هنا الطماطم دي انا قلت لكم قبل كده في حلقه ان انا عندي التفريزات دي مش بعملها، مش بنزل اجيب كميه مره واحده وافرز. انا كده لما بنزل السوق الاقي حاجه فرصه، الاقي حاجه كويسه، الاقي حاجه زياده عندي في التلاجة، فبجيب جديد واخد اللي في التلاجة اشيله. هو ما بيكونش حصل له حاجه، بس انا نزلت دلوقتي السوق فانا مش محتاجه اللي عندي، فرحت جايبه شويه برضو طماطم ورحت كده حطاهم في اكياس وحطهم في التلاجة. الطماطم دي انا بقطعها كده عشان انا حطاها في الاولويه ان انا استخدمها في اسرع وقت، يعني تقعد معايا لمده مثلا شهر ولا حاجه. لو انت عايزه تخزني من السنه للسنه فافضل طريقه ان انت بتجيبي الطماطم، هنزلها لكم في حلقه برضو ان شاء الله مره. بصوا دي كانت في التلاجة اللي انا موريها لكم. تجيبي الطماطم وتحطيها في حله وتسبكيها على النار بعد ما بتغسليها كويس وتقطعيها اربع كده، تحطيها في حله وتسبك معاكي كويس لما تلاقيها بدات تنزل ميتها عملت طبقه زي زيت كده، بتدفي عليها ولما بتبرد بتروحي ماسكاها ضربها في الخلاط وتقسميها في اكياس. دي بتقعد معاكي من السنه للسنه واكتر كمان. انما الطريقه اللي انا عاملاها دلوقتي دي عشان استخدمها يعني ما تزيدش معايا عن شهر ونص شهرين، يعني مش اكتر من كده. ولونها جميل زي ما انت شفتي، اهم حاجه تجيبي في الطماطم يكون لونها محمر وحلوه جدا. كده انا خلصت السمك وغطيته وحطيته في التلاجة لغايه ما اجي بقى احتاجه هطلعه. هنا بقى بعمل الرز زي ما انتم شايفين انا جبت بصلايه كبيره، قطعتها وحمرها في زيت، بس ما بحط السمنه للرز بتاع السمك بحط زيت، وحطيت معاه قرن فلفل بيدي طعم جميل جدا، وحطي معاه طماطميه كده وقطعيها قطع صغيره وقلبي كويس فيها لغايه ما تتسبك معاكي الطماطم وتشرب كده من البصل. غطيها شويه برضو، انا هغطيها شويه دلوقتي. الطريقه دي جميله جدا بتدي طعم للسمك للرز جميل قوي. وكمان يا سلام لما تحطي معاه زيتونه او زيتونتين، يعني حطي معاه زيتونتين، انا عملت الطريقه دي قبل كده كانت طعمها حلو قوي. بس بصراحه انا عايزه انزلها لكم في مره، المره دي انا ما عملتهاش بالزيتون، انا عملته عادي كده زي ما انتم شايفين، بس هنزلها لكم في مره برضو بزيتون. طعم الرز بيكون خطير، يعني بيديله طعم جميل جدا. انا عملته قبل كده بس جيت في الحلقه دي معرفش نسيت ان انا احط الزيتون، بس حبيت اقول لكم برضو عليها. هنا الرز كنت غسلاه وقلبته كده مع بعد ما اتسبكت معايا خلاص الطماطم بالبصله. رحت ما بحبش احط بصل كتير في الرز، يعني انت ايه هي بصلايه كبيره كفايه بتدي الطعم وبتدي الريحه كل حاجه. انا كده خلاص كنت قلبت الرز كده مع البصله. جربي طريقه الرز، وقبل كده برضو نزلت لكم طريقه للرز بتاع الصياديه دوت اللي هو بتاع السمك، فبرضو هسيب لك الرابط في صندوق الوصف. كده بنزل عليه بالميه السخنه بقى المغليه. الفلفل ده بيديله طعم جميل جدا، لو انت مثلا مخافيش هو لو حامي برضو وعندك اطفال في البيت ما بينزلش حميان جامد في الميه، يعني ما تقلقيش. وانا جايبه اللي هو الفاتح الفلفل الفاتح ده فما بيكونش حامي قوي. واحط عليه الملح وهغطيه لغايه ما الميه بتاعته تتشرب. وبعد كده هحطه على عين صغيره عشان دي كانت العين الكبيره، فانا هحطه على عين صغيره عشان ما يتلسعش مني الرز من تحت. كده خلاص انا يعتبر خلصت الرز. وبعد كده بقى عايزه اجهز حاجات السلطه. فجيت جبت الجرجير كده وقلت اغسله كويس قوي، عشان انتوا عارفين الجرجير والخضره والحاجات دي بتحتاج غسيل كويس قوي عشان الميكروبات، فانتي لازم تغسليه كويس. والافضل كمان هعمل الحركه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي واكيد كلكم عارفينها وبتعملوها، يعني بعد ما تنضفيه خالص وبتاكدي ان انتي غسلتيه كويس لازم نحط عليه خل.
الخل ده بيطهر معايا الجرجير وبيخلي لونه كمان كده تحسين ان انت لسه قطفاها من الشجره كده، لونه بيخضر قوي بيبقى جميل جدا. فالحكايه دي اعمليها، وبعد كده اشطفيه شطفه صغيره تاني، وخلاص كده انت اتاكدتي ان انت الخضره بتاعتك بقت نظيفه جدا. خلصتها كده، وبعدين قلت برضو السلطه لازم تتعمل طازه وفريش كده. قرب برضو بعد ما اخلص السمك، يعني انا دلوقتي هشتغل في السمك عشان انا عايزاه السمك زي ما قلت لكم بحبه بارد مش بحبه سخن. فانا كده هشتغل فيه، كانت حوالي زي الساعه كده 4:30. فقلت الوقت ده كويس جدا، يعني السمك مش هياخد نص ساعه، اكتر من نص ساعه على النار. على الساعه 5 يكون كده السمك معايا جاهز، يا دوب يقعد معايا الساعه اللي هي قبل الفطار دي، اللي انا المفروض بكون بجهز فيها العصاير، التحضيرات اللي هي بتجهزي فيها. بتحسي ان اساسا الساعه الاخيره دي بيجري فيها الوقت بسرعه جدا. اه هتقولي لي الادام بيقدم 6:30، بس كل ما تبقي جاهزه بدري احسن بكتير ان انت يجي عليكي ميعاد الفطار وانت لسه مخلصتيش. فانا كنت خلصت البلح بقى وحطيت الخروب، وخروب سبت لكم برده الرابط بتاعه انا بعمله في البيت، والرز زي ما انتم شايفينه خلص، والسلطه وكنت عامله لهم بابا غنوج برده. بس طبعا انتوا شايفين الرخامه صغننه، فمش عارفه احضر عليها كل حاجه، كله كانت ساندي بتحوله على الطبليه. انا يوم السمك ده ما بحبش ان هم ياكلوا على السفره، يعني الافضل باكل على الطبليه اكتر الوقت، لان بيبقى فيه زفاره انتوا عارفين، والكلام ده ما ينبهدلش الدنيا ايه، والفرش بتاع السفره والكلام ده عشان الاطفال الصغيرين. فساندي كانت بتحول معايا، ودت العصاير وودت البلح والحاجات الجميله بتاعت رمضان دي، وانا كنت بدأ اجهز باقي الحاجه في الرخامه صغيره، مش عارفه احط كل حاجه عليها. فيا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، يا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، والشير واللايك والكومنتات الجميله اللي انتوا بتشجعوني بيها. اشوفكم في حلقه جديده من دلع مطبخك مع نانسي. باي باي.